السلام عليكم يا اهل السلام. النهارده هنعمل طريقة عمل ورق اللحمة في الكيس الحراري. معانا لحمة انا متبلها بالثوم والبصل والفلفل الاسمر وشعرة ملح وسايبها 6 ساعات في التلاجة. اهم حاجة التتبيلة دي، اللحمة تخينة او رفيعة لازم تعملي الحركة دي عشان ورقة اللحمة تنجح معاكي. في حالتين، انك انت ممكن دي لو لحمه ضاني هتحطيها في الكيس وتشتغلي منها على طول. طب لو هي لحمه جاموسه او عجالي هتضطري تقطعيها رفيع او تخليها تخينه وتديها صدمه على النار. تمام، لان اللحمه لو حطيتيها نية على الوضع ده بعد التتبيله ايه اللي هيحصل؟ عندك الجزر والبطاطس والكوسه والخضروات الجميلة دي هتستوي واللحمة مش هتستوي كده. انا حبيت اديكم الخلفية. طب نعمل ايه؟ الاول هنشوح اللحمة دي او نديها صدمة، وبعدين بعد كده نلم الحاجات دي كلها ونحطها في الكيس الحراري ده. يلا بينا نشوف الطريقة. معانا بصلة خضراء، ومعانا عود كرفس، توم، بطاطس، كوسة، فلفل الوان، جزر، طماطم. يلا بينا يا قشطه نشوف الطريقه هتتعمل ازاي. طريقه عمل ورق اللحمه في الكيس الحراري بالطريقه المصريه. علشان اعمل ورقه اللحمه على الطريقه المصريه في الكيس الحراري بحط معلقه زبده كده او معلقه سمنه بلدي ونسمي كده. بحط معلقه زيت ذره، ونسمي. اول حاجة شوحي اللحمة الاول، بنديها فص ثوم. انزل باللحمة بتاعتي بسم الله. اللحمة دي متبلة يا جماعة بقالها 6 ساعات سايبها في التلاجة. طريقة جميلة. انا هقفل بس المكان بتاعها. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة وحلوة. دي شوية البصل اللي هم كانوا متبلين فيها بنزل عليهم كده. طريقة عمل ورق اللحمة بالطريقة المصرية. ما شاء الله. اللحمة وهي بتتشوح كده بنزل عليها برشة جوز الطيب، شور عليها الأول. ما شاء الله، عشان ورقة اللحمة من غير جوز الطيب ما تبقاش ورق اللحمة. تمام. ابدا امسك اللحمه بتاعتي بسم الله ما شاء الله على الريحه والجمال. ابدا اقلب كده، سهله ومش صعبه. اعملي اللقمه بمزاج هتطلع معاكي زي الفل. انا شرحي واحده واحده. يا رب حلقه تعجبكم. طريقه عمل ورق اللحمه بالطريقه المصريه احنا اتعلمناها كده. دي لو لحمه عجاء، لو لحمه بتلو او لحمه بتاعت خروف ولا حاجه مش هديها صدمه دي. تمام. بس دي علشان لحمه عجالي كبيره، لحمه جاموسي يعني. تمام. بضطر اديها صدمه الاول. ليه؟ علشان لو مش عملتها كده الخضار بتاعنا الجميل اللي انتوا شفتوه في اول حلقة هيستوي واللحمة هتبقى نص سوا. فبسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها مع التوابل بتاعتها. واللحمة اصلا لما بتتبليها بال4 ساعات وال5 ساعات وتسيبيها في التلاجة على ما يجي ميعاد الغدا
بيبقى احسن ليكي وتديكي طعم جميل. ابقوا معانا. وهي موجودة كده بنزل بعود الكرفس بتاعي والبصل الاخضر كده، اديها ايه حاجة حلوة كده، دي طعم كله ياخد من بعضه اهو. دي بصلة خضرة مع عود كرفس، لو عندك ماشي، مش عندك مفيش مشكلة. بديها شعر شبت على بقدونس على كزبرة خضرة. انا بحب اكلي طول عمري بالكزبرة الخضرة. تمام يا بنات، ابقوا معانا ان شاء الله. حاجة جميلة وحلوة. بنسيبها حوالي، انت بتعملي الحركة دي 10 دقايق، تتغطى عليها كده عشان منع الطربشة. وابقوا معانا. ورقة اللحمة بعد ما سبتها، هو ده اللي انا عايزه، عشان اللحمة كبيرة في السن فلازم اعملها بالطريقة دي. تمام. كل اللي عليا ان انا بجيب البطاطس بتاعتي، كوسة، جزر، فلفل، واقلب ده كله. بجيب شوية خضرة، تمام كده، واقلب علشان كله ياخد من الريحة والطعم والتتبيلة بتاعتها. دي طريقة ورق اللحمة على الطريقة المصرية. بتقلبي دي كلها وبتجيبي من تحت لفوق. تمام كده يا بنات. انا عايز الخضار اللي انا حطيته ده يشرب من التتبيلة بتاعت اللحمة. تمام كده، بسم الله ما شاء الله. ازاي تعملي ورقة اللحمة في الكيس الحراري؟ طريقة جميلة وسهلة واي حد ممكن يعملها. بنحط حبتين طماطم، بسم الله ما شاء الله، تاخد برضو تشرب منها اهو. جميلة، الله على الريحة. اهم حاجة انك انت بعد ما بتعملي اللحمة في عرقها او اللحمة زي ما انا سويتها كده، تضربي دي كلها وتجيبي من تحت لفوق، بحيث ان الخضار اللي انت عملتيه يشرب من التتبيلة بتاعت اللحم. شايفين؟ طريقة جميلة وحلوة، جربيها. بسم الله ما شاء الله. حاجة حلوة هتفرحي عيالك وجوزك. ما شاء الله، حاجة حلوة. بكمرها بس شوية كده واروح حاططها في الكيس على الوضع ده. طب دي محتاجة مني يا علاء؟ كل اللي عليا معايا مكعب مرق دجاج، ابدأ ارشه كده عشان كمية الخضار انا بحبها تبقى كتير، عشان لو حبيتي تعملي رز بشعرية، رز ابيض زي ما انت عايزة. هو الكيس او عايزة تحط كيسين مرق دجاج مفيش مشكلة. كل اللي عليا معايا فلفل اسمر حصى، برش كده عليه. انا عايز ورقة اللحمة مش تسمر مني. تمام، بسم الله ما شاء الله. بحط معلقة كمون كده، حاجة جميلة وحلوة. بحط معلقة شطة، حاجة بسيطة. معلقة كزبرة ناشفة او كزبرة جافة مطحونة. التوابل دي كلها هتعمل لك طعم في الاخر. تمام. معايا رشة جوز الطيب اهي، ترشيها عليها كده عشان دي تعتبر هي دي اللي بتديكي طعم لورق اللحمة.
وطبعا الملح، يعني طبعا مملح اللحمة، عاملها بديها سنة صغيرة كده ملح. وما تحاوليش تحطي بهارات كتير او توابل كتير، لان كتر التوابل اللي انت بتحطيها هتضيع معنى اللحمة اللي انت بتعمليها. تمام. كل ما يبقى بهاراتك خفيفة وحنينة كده حلوة. تمام. هديها معلقة توم باودر اهي. تمام. معلقة حبهان مطحون او الهيل المطحون اهو. وحلو كده قوي على ورقة اللحم. كل اللي عليا ان انا هجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. تمام كده يا قشطة. وبعد كده هنحطه بقى في الاكياس. ابقوا معانا. بجيب الكيس الحراري حجم كبير، بسم الله ما شاء الله. هبدأ افضي الخضار بتاعنا، بسم الله. حاجة جميلة كده حلوة. كل حاجة انا طبعا عامل الكوسة كبيرة والبطاطس كبيرة ليه؟ علشان ما تتهريش مني وتاخد وقت. هي دي كبيرها ساعة في الفرن، لان اللحمة مستوية نص سوا. تمام يا بنات. بنزل دي كلهاته، بسم الله ما شاء الله اهو. حطيت كده. لازم يبقى فيه قرن سبايسي كده حلو. بحط اللحمة بتاعتي كده اوزعها بحيث انها تبقى في النص. بسم الله ما شاء الله. يا رب تكونوا انتوا شايفين احنا بنعمل ايه. بسم الله. طريقة عمل ورق اللحمة في الكيس الحراري اهو. وادي الصوص اللي نزل من اللحمة. بالهنا والشفا اللي ياكل. ابدأ احط كده جميل. شايفين الجمال والحلاوة. بسم الله ما شاء الله. الأكلة دي تكفي بسم الله ما شاء الله 10 تنفار مع حلة رز بالشعرية أو أي نوع رز أنت بتحبيه. بحط ربع كوباية مية كده عشان مش تبقى ما تنشفش منك. وبجيب بتاع اللي هي اللي بتقفل الكيس اهي. بسم الله. أهم حاجة يا بنات تطلعي الهواء من الكيس. بسم الله ما شاء الله. شايفين اهو. كل اللي عليكي تضربي دي كده في بعضه، تقلبي دي كله في بعضه اهو اهو. هنطلع بس الهواء من الكيس اهم حاجة. وتروحي ربطاها القفل بتاعها اللي بيجي مع الكيس اهو يا جميل. طبعا في بعض البنات بتحط اهي قشطة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ طريقة عمل ورق اللحمة على الطريقة المصرية. تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله ها. شايفين هنسيبها على الوضع ده وندخلها ايه الفرن. قبل ما ندخلها معانا بطرف السكينة كده نعمل بس تهوية علشان الكيس مش يفرقع مني اهو اهو بس، ولا اكتر ولا اقل. تمام يا قشطة. ادي طريقة عمل ورق اللحمة في الكيس الحراري يا جميل. تمام. هندخلها بقى يا قشطة
على الفرن، يكون الفرن مولع. تمام. بسم الله. ايه رأيكم طريقة عمل ورق اللحمة بالطريقة المصرية؟ شايفين الجمال والحلاوة اهو. تمام يا قشطة. يلا بقى ندخلها الفرن يا جميل. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة وحلوة. ازاي تعملي ورق اللحمة في كيس حراري كده؟ هندخلها بقى الفرن اهو. بسم الله ما شاء الله. هنقفل عليها. ابقوا معانا ما شاء الله. شايفين يا جماعة طريقة عمل ورق اللحمة في الكيس الحراري. عملت رز بالشعرية اهو يا بنات. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة. دي رز بالشعرية علشان انا عامل ورقة لحمة في الكيس الحراري على الطريقة المصرية. وما تيجي تقلبي الرز اي نوع رز قلبيه بشوكة. تمام كده يا بنات. الرز مفلفل اهو زي الفل. طريقة عمل رز بالشعرية، وانا اعمل لكم طريقة عمل الرز على صفحتي واحدة واحدة. عامل طريقة عمل رز السمك والرز بالشعرية والرز الابيض. تمام كده. دي الرز اللي انا هستخدمه في ورقة اللحمة في الكيس الحراري. هنغطيها قشطة ونطلع الحاجة بتاعتنا الجميلة. بسم الله بسم الله ما شاء الله. يا جماعة ورقة اللحمة حاجة جميلة وحلوة. طريقة عمل ورق اللحمة في الكيس الحراري بالطريقة المصرية. هعمل حاجة حلوة كده. بسم الله ما شاء الله. خلي بالك علشان اللهم صل على النبي. شايفين الجمال والحلاوة. هنحط دي كده يا قشطة ونجيب حتة فحمة اهي ونحطها هنا في النص يا قشطة. شايفين الطريقة دي. واجيب حتة سمنة بلدي كده واحطها هنا اهي عشان كده يبقى ايه كله تمام. بسم الله ما شاء الله. حاجة جميلة وحلوة. يا رب تعجبكم الحلقة. واروح مغطي عليها على طول كده. تمام كده. عملتها باللحم بطريقة اللحم المشوية. شايفين الجمال. الله اكبر. يا رب تكون اهو يا بنات. بسم الله ما شاء الله. طريقة عمل ازاي تعملي ورقة اللحمة في الكيس الحراري. شايفين الجمال والحلاوة. وعملت جنبه رز بالشعرية. حاجة جميلة وحلوة. يا رب اكون افدتكم. نقول في رعاية الله وامنه. اتفضلوا معانا طريقة عمل ورق اللحمة بالخضار اهو يا جماعة. يعني ما بدك تجيب الصينية دي من اي محل مش اقل من 400 500 جنيه. محطوط فيها كيلو الا ربع لحم. تمام. وادي الرز بالشعرية اهو. الرز بتاعنا الجميل. يا رب اكون افدتكم في رعاية الله وامنه في حلقة قادمة. امان عليكي. لو عجبك الفيديو دوس لايك يا جميل. في رعاية الله.